التنظيم الإخواني، مستغلين في ذلك التوافق والتطابق بين المنهاج الفكري الإخواني وباقي فصائل التطرف، فضلا عن توحد الهدف الاستراتيجي المتمثل مرحليا في إشاعة الفوضى بالبلاد بدعوى أنها أعمال جهادية، حيث توصلت التحريات إلى تحديد القوى الدينية المتطرفة والتي اتفقت توجهاتها مع التنظيم الإخواني، من بينها تنظيم أجناد مصر، أنصار بيت المقدس، الجماعة الإسلامية، حركة حازمون، والذين قاموا بالفعل بتشكيل خلايا عنقودية مسلحة تحمل العديد من المسميات، مثل حركة كتائب حلوان، حركة العقاب الثوري، حركة كتيبة إعدام، حركة حسم، حركة الحراك الثوري، حركة بلاك بلوك ضد الانقلاب، للإعلان عن مسؤوليتها عن الحوادث الإرهابية، للإيحاء للرأي العام بتعدد الحركات المتطرفة، فضلا عن استبعاد تهمة الإرهاب عن جماعة الإخوان. وفي إطار تنفيذ ذلك المخطط الإرهابي، فقد تم رصد اطلاع أحد قيادات الخلايا الإرهابية اسمه الحركي جمال هارب، والذي يتحرك تحت مسمى تنظيم أجناد مصر بتشكيل مجموعات من الخلايا العنقودية تضم عناصر وكوادر من مختلف تلك الفصائل، حيث تم رصد تواصله مع أفراد خليته عبر مواقع التواصل بشبكة المعلومات الدولية الإنترنت. وتوصلت التحريات إلى تحديد بعض العمليات العدائية التي قامت بها عناصر تلك الخلية، وهي وضع عبوة أمام دار القضاء العالي وتفجيرها، وضع عبوة ناسفة أمام قسم شرطة الطلبية بالجيزة شارك فيها قيادي الحركة، وأسفرت عن استشهاد النقيب البطل ضياء فتحي بإدارة المفرقعات أثناء تفكيكها. استهداف تمركز لقوات الأمن بجوار محطة أتوبيس جامعة عين شمس بمشاركة قيادي الحركة همام محمد عطية. وضع عبوة بجوار التمركز الأمني بسينما رادوبيس بالهرم. انفجار عبوة بشارع طلعت حرب ممر بهلر. وضع عبوة انفجارية أسفل شجرة بجوار تمركز قوات الأمن بمنطقة حدائق القبة. استهداف تمركز أمني أمام مستشفى الهرم بعبوة انفجارية تم تفكيكها بمعرفة رجال المفرقعات. كما توصلت التحريات إلى تحديد مرتكب واقعة التفجير أمام دار القضاء العالي، حيث تبين أن الهارب المذكور قام بتكليف كل من الإخواني إسلام شعبان شحاتة سليمان اسمه الحركي حسن 23 سنة، وعضو تنظيم أجناد مصر اسمه الحركي حسام 28 سنة، هارب بزرع عبوة تفجيرية أمام دار القضاء العالي بمكان تمركز القوات الأمنية، حيث قام بالفعل بتنفيذ ذلك التكليف، وتوجه بتاريخ 1 مارس الجاري إلى دار القضاء العالي، وقام بزرع العبوتين حوالي الساعة 10:30 مساء، ثم عاد صباح اليوم التالي وقام بتفجيرها عن بعد عقب تجمع القوات. وقد تمكن قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط أحد منفذي الحادث الإخواني إسلام شعبان شحاتة سليمان حال شروعه بزرع عبوة تفجيرية أخرى بأحد المقاهي بشارع القصر العيني، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بالمضبوطات، وتم موافاة النيابة بفلاشة ميموري تحوي مقاطع فيديو يظهر فيها عضوي الخلية المذكورين أمام دار القضاء العالي مساء 1 مارس الجاري.